حاجه كمان لما نيجي نبص عليها اللي هو بيبان في التقاليد بتاعتنا، ان احنا لما بنبقى قاعدين مع بعض الناس بتعتقد ان الاهم من ان احنا نرمي الاكل او ما نخلصش الطبق ان انت تحشر نفسك اكل، او ان احنا نجبر نفسنا نخلص الاكل اللي موجود على الطاوله عشان ما يترميش تحت مسمى حرام. فلا، ده غير كده دخلنا الدين كمان في الاكل عشان نقدر ان احنا يعني ناكل. والحقيقه هي انت مش لازم ترمي الاكل، ممكن تديه لحد محتاجه. فابدا مش صح ان احنا نضغط نفسنا او نضغط المعده او نضغط او نحشر لمؤاخذه اكل وخلاص لمجرد ان احنا بنوفر الاكل او مش عاوزين نرميه او حرام مش عارف ايه. فما ينفعش الطريقه دي، لان الطريقه دي ما بتاديش الا لفجعه. وان الفكره من ان الناس تاكل، الوايرنج في الدماغ بقى طالما في اكل قدامي انا بفضل اكل، لما الاكل ده يختفي انا خلصت اكل. ما عدناش بنسمع لجسمنا، بقينا بنسمع ليه او بقينا بنعتمد على نظرنا لنشوف ايه هو المتواجد قدامنا ولازم بقى نفرتكه ونمسحه، يا اما كده احنا ماشيين غلط.